السلام عليكم. اليوم رايحين نديرو وصفة السلق كما راكم تشاهدوا فيه. راه يتقلى فوق النار بعد ما كنت غسلته ونقيته مليح، قطعته غليته وقطرته ودرته كما راكم تشاهدوا في المقله. ضفت له 3 ملاعق زيت، شويه فلفل، وضفت له سينه تاع ثوم، ويتقلى فوق النار. ورايحه نضيف له كما سبق لي وقلت لكم، رايحه نضيف له بطاطا مقليه بعد ما قليتها، حمرتها شويه على كل حال ما يهمش. ورايحه نضيف 2 حبات بيض في الاخير مع شويه فرماج كما راكم تشاهدوا. السلق تاعنا راه يتقلى كما راكم تشاهدوا. بعد ما يطيب لنا راح نضيفوا البطاطا المقليه والبيض والفرماج. بعد ما تقلى السلق تاعنا راح نضيف له كميه معتبره من الماء، كميه فقط، مش حنكثرو كما راكم تشاهدوا، ونخلوه يطيب على نار هادئه. كميه قليله من الماء. رايح نضيف كذلك شويه هريسه، اللي يحب ياكل الحار يضيف شويه هريسه. هذا هو السلق تاعنا بعد ما برد او ضفت الفرماج والبيض. البيض تاعنا راه ينشف كما راكم تشاهدوا. يطيب على نار هادئه كما راكم تشاهدوا. هذا هو السلق تاعنا، ضفنا له الفرماج والبيض. نستناوه ينشف البيض ونطفو عليه النار. هذه هي النتيجة النهائية تاعنا كما راكم تشاهدوا. هذا هو الطبق اللي تحصلنا عليه، وشهية طيبة. بعد ما ينشف البيض نطفو على النار. سلام. السلام عليكم. اليوم رايحين نديرو وصفة السلق كما راكم تشاهدوا فيه. راه يتقلى فوق النار بعد ما كنت غسلته ونقيته مليح، قطعته غليته وقطرته ودرته كما راكم تشاهدوا في المقله. ضفت له 3 ملاعق زيت، شويه فلفل، وضفت له سينه تاع ثوم، ويتقلى فوق النار. ورايحه نضيف له كما سبق لي وقلت لكم، رايحه نضيف له بطاطا مقليه بعد ما قليتها، حمرتها شويه على كل حال ما يهمش. ورايحه نضيف 2 حبات بيض في الاخير مع شويه فرماج كما راكم تشاهدوا. السلق تاعنا راه يتقلى كما راكم تشاهدوا. بعد ما يطيب لنا راح نضيفوا البطاطا المقليه والبيض والفرماج. بعد ما تقلى السلق تاعنا راح نضيف له كميه معتبره من الماء، كميه فقط، مش حنكثرو كما راكم تشاهدوا، ونخلوه يطيب على نار هادئه. كميه قليله من الماء. رايحه نضيف كذلك شويه هريسه.
شوية هريسة، اللي يحب ياكل الحار يضيف شوية هريسة. هذا هو السلق بتاعنا بعد ما برد او ضفت الفرمات والبيض. البيض بتاعنا راه ينشف كما راكم تشاهدوا. يطيب على النار هادئة كما راكم تشاهدوا. هذا هو السلقة بتاعنا، ضفنا له الفرماج والبيض. نستناوه ينشف البيض ونطفو عليه النار. هذه هي النتيجة النهائية تاعنا كما راكم تشاهدوا. هذا هو الطبق اللي تحصلنا عليه، وشهية طيبة. بعد ما ينشف البيض نطفو على النار. سلام. السلام عليكم. اليوم رايحين نديرو وصفة السلق كما راكم تشاهدوا فيه. راه يتقلى فوق النار بعد ما كنت غسلته ونقيته مليح، قطعته غليته وقطرته ودرته كما راكم تشاهدوا في المقله. ضفت له 3 ملاعق زيت، شويه فلفل، وضفت له سينه تاع ثوم، ويتقلى فوق النار. ورايحه نضيف له كما سبق لي وقلت لكم، رايحه نضيف له بطاطا مقليه بعد ما قليتها، حمرتها شويه على كل حال ما يهمش. ورايحه نضيف 2 حبات بيض في الاخير مع شويه فرماج كما راكم تشاهدوا. السلقه تاعنا راه يتقلى كما راكم تشاهدوا. بعد ما يطيب لنا راح نضيفوا البطاطا المقليه والبيض والفرماج. بعد ما تقلى السلقه تاعنا راح نضيف له كميه معتبره من الماء، كميه فقط، مش حنكثرو كما راكم تشاهدوا، ونخلوه يطيب على نار هادئه. كميه قليله من الماء. رايح نضيف كذلك شويه هريسه، اللي يحب ياكل الحار يضيف شويه هريسه. هذا هو السلق تاعنا بعد ما برد او ضفت الفرماج والبيض. البيض تاعنا راه ينشف كما راكم تشاهدوا. يطيب على النار هادئه كما راكم تشاهدوا. هذا هو السلقه تاعنا، ضفنا له الفرماج والبيض. نستناوه ينشف البيض ونطفو عليه النار. هذه هي النتيجة النهائية تاعنا كما راكم تشاهدوا. هذا هو الطبق اللي تحصلنا عليه، وشهية طيبة. بعد ما ينشف البيض نطفو على النار. سلام.